ودلوقتي بيصحى جاكسون من النوم بيلاقي نفسه على الأرض جنب السرير. الموضوع ده بيحصل له كتير مش أول مرة، وده بسبب إصابة حصلت له في دماغه من وهو كان شغال في الجيش ومش بيقدر يسيطر على نفسه وهو نايم. لكن هو قام ولبس هدومه علشان يروح الشغل بتاعه. وجاكسون شغال في مطعم سندوتشات، بس هو باين عليه التعب وعدم التركيز، وبسبب كده عمل سندوتش غلط وحط مكونات في السندوتش مش صح، والزبون اتعصب عليه. بس جاكسون اعتذر له وعمل له واحد تاني. وبعد ما خلص الشغل كان بيكلم مسؤول في الجيش بيشوف الطلب بتاعه انه يرجع يشتغل تاني في الجيش وصل لايه، وهو بيقول له ان هو صعب يرجع تاني يشتغل معاهم بسبب الاصابه اللي حصلت له في دماغه. بس هو بيفهمه انه خف وعمل فحص طبي كامل ويقدر يشتغل عادي تاني معاهم زي الاول. وبيقول ان لازم القائد بتاعه يشوف الفحص ده بنفسه، وان هو اللي في ايده يرجعه يشتغل تاني في الجيش. وقال له ان هو قدامه يومين بس علشان يقدر يرجع لو القائد وافق، غير كده هيضطر يستنى السنه اللي جايه. وبيفهمه ان هو حاول يكلم القائد بتاعه علشان يقول له كده بس هو مش بيرد عليه. وتاني يوم وجاكسون واقف جنب البيت بيجي له تليفون من القائد بتاعه بيعرفوا ان زميله في الجيش مات، وبيعرفوا ان كلهم هيبقوا موجودين بكره في المكان اللي متعودين يروحوه علشان يعزوا فيه. وجاكسون اتأثر جدا واكد له انه هيكون موجود هناك بكره. وتاني يوم الصبح اخد جاكسون عربيته علشان يروح المكان ويقابل زمايله في الجيش، وهم هناك بيفضلوا يشربوا ويغنوا اغاني كان بيغنيها معاهم في الجيش. ودلوقتي واحد زميلهم شرب كتير وسكر وما كانش قادر يمشي، وبيسندوا جاكسون والقائد لحد ما يركب عربيته. وهنا بيطلب جاكسون من القائد انه يتوسط له في الجيش علشان يرجع يشتغل مره تانية. لكن القائد مش موافق على طلبه وبيقول له ان الاصابه بتاعته خطيره وتخليه ما يقدرش يشتغل في الجيش تاني. وبيعرفه جاكسون انه بعت له تقرير يثبت فيه انه بقى كويس ويقدر يشتغل في الجيش تاني. بس القائد مش مصدقه وبيقول له ان هو ملوش دعوه بالتقرير ده لان هو ممكن يكون مفبركه. وهنا جاكسون بيترجى القائد وهو بيركب العربيه بتاعته علشان يرجعه يشتغل في الجيش تاني، لكن القائد برضه موافقش وسابه ومشي. وتاني يوم بيكون جاكسون نايم في العربيه بتاعته وبيلاقي القائد بتاعه جاي يصحيه وبيطلب منه يروح بكره الكتيبه 30 علشان يقابله. وفعلا بيروح جاكسون تاني يوم الكتيبه بيلاقي الحراس بيتمرنوا تمارين صعبه، وبيعرف من القائد بتاعهم ان هم هيروحوا سوريا بعد 24 ساعه من دلوقتي. وكده جاكسون افتكر في الاول ان القائد بتاعه عاوز يروح سوريا معاهم، لكن لما قابل القائد قال له ان هو عاوز ياخد الكلبه لولو بتاعت زميلهم اللي مات من كام يوم، وبيوري له صوره للكلبه مع المدرب بتاعها اللي هو زميلهم اللي مات، وبيقول له ياخدها يوديها لعيله زميلهم في اريزونا علشان تكون موجوده في الجنازه بتاعته زي ما زميلهم طلب بالظبط، وبعدها هيرجعها المعسكر تاني. والقائد بيفهمه ان هو يخلي باله منها علشان هي بقت شرسه جدا بعد موت زميلهم، وكل ما بتطلع مهمه مع حد بتعضه ومفيش حد عارف يتعامل معاها. وبيعرفوا انها لما ترجع هياخدوها علشان يعدموها، وهو لو نجح في المهمه دي هيرجعوا الشغل تاني زي ما طلب قبل كده. ودلوقتي راح جاكسون مع 2 زمايله المكان اللي فيه لولو، وبيلاقيها قاعده على الارض ولابسه كمامه كبيره على بقها، وبيدخل لها القفص وبيقرب ايده منها واحده واحده وهي بتبقى هاديه ومش بتعمل حاجه. بس اول ما ايده بتيجي ناحيه ودانها بتهجم عليه وتوقعه على الارض. وبيضحك عليه زميله وبيقول له نسيت اقول لك ان هي ما بتحبش حد يجي جنب ودانها. وبياخد جاكسون لولو في قفص وبيحطها في العربيه بتاعته وبيمشي. ولولو طول الطريق بتهوهو بصوت عالي وتتحرك في القفص كتير. وبيقف جاكسون في مكان علشان يروح يلعب فيه نشان، وبيفتح شنطه عربيته وبيفتح لولو القفص وبيشيل الكمامه من على بقها، بس هي حاولت تعضه فقفل القفص تاني وسابها في العربيه ومشي. ويدخل المكان بتاع النشان وبياخد مسدس وبيضرب على الاهداف اللي قدامه، وبيقدر يجيب اول واحده بس وبعدها مش بيقدر يشوف كويس. وكان متضايق جدا بسبب اللي حصل له ده، وبيطلع من جيبه علبه الدواء وبياخد منها قرص عشان يتحسن ويبقى كويس. ودلوقتي لولو بتكسر القفص بتاعها علشان تخرج من العربيه، بس هي ما عرفتش تخرج من العربيه وفضلت تقطع في كراسي العربيه. وجاكسون لما شاف كده فكر يديها مخدر للكلاب كان واخده من القائد بتاعه، وفعلا ادالها المخدر على طول. وكمل جاكسون الطريق في كل هدوء لان المخدر ده خلى لولو هاديه جدا على عكس طبيعتها. وبالليل جاكسون بيروح ديسكو علشان يسهر شويه، وكان بيحاول يتعرف على اكتر من واحده لكن كل محاولاته كانت بتفشل. وبيطلع جاكسون من الديسكو وبيروح يفتح شنطه عربيته علشان يحط لولو اكل وميه، وهو واقف في بنتين راحوا له علشان يسالوه على نوع الكلب. وجاكسون اخدها فرصه عشان يتعرف عليهم بعد ما فشلت كل محاولاته في التعارف جوه الديسكو، وساب لولو في العربيه وراح معاهم البيت. ودلوقتي في واحد معدي جنب العربيه اللي فيها لولو، قرب منها لكن لولو فضلت تهوهو بصوت عالي وتتنطط. وبيسمع جاكسون صوتها وبيخرج علشان يطمن عليها، وبيلاقي الراجل ماسك طوبه في ايده عاوز يكسر ازاز العربيه. وجاكسون بيقول له انت عاوز ايه بالظبط، والراجل بيقول له انه حرام عليه يحبسها كده وانه لازم يفكها. وبيرمي الراجل الطوبه وبيكسر ازاز العربيه. ولولو بتطلع بره العربيه وبتجري ورا الراجل عشان هي مفكره ان هو عاوز يضربها، وبتهجم لولو عليه لكن جاكسون بيتدخل وبيشيلها من على الراجل بصعوبه. وتاني يوم الصبح وهما في الطريق جاكسون بيفهم لولو ان صاحبها مات وهي لازم تبقى طيبه وهاديه زي الاول علشان ما تموتش زيه. بس لولو مش بتسمع كلامه وبتنط من العربيه وبتجري ناحيه غابه، وبينزل جاكسون من العربيه وبيجري وراه. وبيدخل الغابه وبيلاقي شويه دم على ورقه الشجره، ومشي ورا الدم ده لحد ما وصل لمشتل صغير. وبيدخله وبيحس ان في حد بيراقبه، لكن جاكسون بيكمل وبينادي على الكلبه بتاعته ولسه بيدور عليها، بس في واحد ضربه بسهم صغير. وجاكسون لما خد السهم ده فقد الوعي ووقع على الارض. ولما جاكسون فاق لقى نفسه مربوط في الكرسي وشاف واحد ماسك فاس وبيقول له انت مين وجيت هنا ليه. وبيعرفوا جاكسون ان الكلبه بتاعته هربت منه وهو بيدور عليه، وجه المكان بالصدفه علشان شاف الكلبه دخلت المشتل بتاعه وهو علشان كده دخل وراه. والراجل ما صدقوش وافتكر ان جاكسون بيكذب عليه وسابه ومشي. بس جاكسون ما استسلمش وقدر يفك نفسه من على الكرسي، وبيدور
وبيدور على حاجه يستخدمها علشان يدافع بيها عن نفسه، وبيلاقي فاس وبياخده علشان يامن نفسه بيه. وجاكسون بيراقب الراجل وبيدخل وراه بيته، وبيشوف لولو قاعده بس رجلها متعوره، والراجل ومراته قاعدين جنبها، ومراته بتعالج لولو وبتقول لجوزها ان هو اتسرع في تصرفه مع جاكسون وكان المفروض يفهم منه الاول وبعد كده يعمل اللي هو عاوزه. وهو بيقول لها انه في الاول كان فاكره حرامي جاي يسرق المشتل وهو ما يقصدش يعمل معاه كده. وهنا بياخد باله جاكسون ان هم طلعوا ناس طيبين، ولما بتشوفه مرات صاحب المشتل تعتذر ليه جدا على اللي جوزها عمله معاه، وبتساله على اسم الكلبه ايه، وبيقول لها جاكسون ان الكلبه اسمها لولو، وبتعرفه ان هي عامله دراسه عشان تعرف الحيوانات بتحس بايه، وبتطلب من جاكسون وجوزها يسيبوها مع لولو لوحدها علشان تعرف ايه المشكله بتاعتها. وطلع جاكسون والراجل قعدوا بره في الجنينه، وبيقرا جاكسون في كتاب اداهوله القائد مكتوب فيه حاجات عن لولو وانجازاتها في المهمات العسكريه، ويتفرج على الصور بتاعتها. وبتطلع مرات الراجل بره في الجنينه وبتعرف جاكسون ان هي نظفت الجرح للكلبه، وبتقول له ان الكلبه بقت احسن دلوقتي. وبيدخلوا البيت تاني وبيلاقوا لولو نايم على الارض وهاديه خالص، ومرات الراجل بتقول لجاكسون انه ياخد باله من لولو، وبتفهمه ان لولو خايفه ونفسها ياكل اكل بس الاكل ده يكون حراق، وكمان تنام في سرير بس السرير ده يكون دافي. وجاكسون شكرهم جدا وركب عربيته علشان يمشي، وبيسلموا عليه وهو ماشي. وجاكسون في العربيه ساب لولو المره دي من غير قفص، وبيتكلم مع لولو وبيقول لها فعلا الناس دي طلعوا ناس طيبين جدا. ونزل جاكسون من العربيه علشان يمشي لولو شويه، بس هي كانت عاوزه تهجم على ناس معاهم كلاب برضه، بس جاكسون بالسلسله اللي معاه عارف يسيطر عليها ويبعدها عن الناس دي. وهما مكملين في الطريق بالعربيه بيحاول جاكسون يفهمها ان هي فاضل لها 3 ايام بس وبعدها هيقتلوه، وبيقول لها ان هو هيحاول يحقق لها امنيتها ان هي تنام في سرير دافي، عشان كده هيحجز يوم في فندق كبير يقعدوا فيه. بس مشكله الفندق ده ان مفيش كلاب بتبات فيه في نفس الاوضه، بس هو هيتصرف علشان تبات معاه. وفعلا بيروحوا الفندق وجاكسون عامل فيها مش بيشوف ولابس نضاره سودا على عينه، وماسك العصايه بايده ولولو في الايد التانيه على اساس انها الكلبه اللي بتساعده ان هو يعرف يمشي. وجاكسون ملبسها بدله صغيره بجيوب كتير وحاطط الكمامه على بقها، ولما موظفه الاستقبال بتشوف كده تبقى مش مصدقه نفسها وبتتعاطف معاه، وبتوافق انها تحجز له اوضه ليهم هما الاثنين يباتوا فيها مع بعض عادي. واول ما لولو وصلت الاوضه بتفضل تجري وبتنط على السرير وبتبقى فرحانه قوي، لكن جاكسون بيقول لها نستحمى الاول وننضف كده قبل ما ننام. وفعلا بيدخلوا الحمام وبيجهز جاكسون البانيو، لكن لولو بتفضل واقفه على باب الحمام ومش راضيه تدخل، وجاكسون بيغني لها بصوت واطي وبيقرب منها واحده واحده، وهي بتطمن ليه جامد عن الاول وبتوافق ان هي تروح تستحمى معاه. لما خلصوا فتح لها التلفزيون وبيحاول ياكلها بايده، لكن لولو مش بترضى تاكل غير لما بيحط الاكل على الكنبه. وفي نفس اليوم بالليل بيبقى جاكسون عاوز ينزل لوحده، بس الكلبه بتروح تجيب البدله بتاعتها وبتبقى عاوزه تنزل معاه، ومش بيرضى ياخدها معاه عشان بيبقى خايف منها انها تعمل مشاكل تحت. وبيخرج من الاوضه علشان يمشي بس هي عماله تهوهو بصوت عالي، وبيرجع علشان ياخدها تاني. ولما نزلوا من الفندق بتشوف لولو واحد عربي لابس جلابيه، فبتجري من جاكسون وبتهجم على الراجل ده، وبيجري جاكسون ورا لولو بس بيقع وبتقع النضاره من على عينيه، بس جاكسون قام يجري وقدر يبعد لولو من على الراجل العربي. ودلوقتي كل اللي في الفندق عرفوا الحقيقه وعرفوا ان هو بيشوف عادي مش اعمى زي ما هو كان بيقول له. واتقبض على جاكسون والكلبه اتحجزت في اوضه لوحدها. وهنا جاكسون بيحاول يفهم الضابط ان هو في مهمه رسميه من الجيش ولازم يخرج دلوقتي علشان يلحق يودي لولو جنازه زميله اللي مات اللي هتبقى بعد 3 ايام، لكن الضابط ما بيسمعش كلامه وبيصمم انه يحبسه. وتاني يوم بيتعرض جاكسون في طابور العرض مع المجرمين، وبيكلم الضابط من ورا الازاز وبيفهموا انه مش مجرم وانه شغال في الجيش، وبيعرفوا ان الكلبه دي كانت مجنده في الحرب، وكانت المهمه بتاعتها انها تهجم على الناس اللي لابسه لبس عربي شبه الراجل اللي هجمت عليه، وبيقول له انها انقذت ارواح ناس كتير في الحرب. وبعد ما الضابط سمع كلام جاكسون بيقرر انه يفرج عنه وعن الكلب. ودلوقتي جاكسون بياخد حاجته من القسم وبيروح المكان اللي فيه لولو علشان يستلمها ويمشي، ويروح جاكسون مكان مع لولو علشان يستريحوا فيه شويه. وبتقعد لولو مع جاكسون وهو فاتح الكتاب بتاعها، وبيعرف ان لولو ليها اخ، وبيلاقي عنوان اللي قاعد عنده موجود معاه في الكتاب، وبيقول لها انها لو فضلت هاديه وما عملتش اي مشاكل هياخدها تروح تقعد مع اخوها شويه، وبيمد ايده عشان يسلم عليها وهي بتمد رجلها عشان تسلم عليه. وهم في الطريق بيقف جاكسون قدام بيت طليقته وبنته، وبيقول لولو تستناه في العربيه وما تعملش اي مشاكل قبل ما يروح يسلم عليهم ويجي. وبياخد عروسه جايبه هديه لبنته وبيخبط على الباب، بس طليقته قالت له انه مش هينفع يدخل البيت دلوقتي. ومشي جاكسون وهو متضايق وبيركب العربيه وبيرمي العروسه للكلب. وجاكسون بياخد لولو وبيروح البيت اللي موجود فيه اخوه، بس اول ما بتنزل لولو من العربيه بتبقى فرحانه وبيجري اخوها عليه، وهي كمان بتقف وبتحضن صاحب اخوها. وبيقول صاحب اخوها لجاكسون ان هو اللي كان مسؤول عن تدريب لولو واخوها اول ما اتولد. وبيقول جاكسون ان هو اول مره يشوف لولو بتتعامل مع حد بحب كده لدرجه انها تقف وتحضنه، وبيقول له ان هو لو جرب يرفع ايده وهو واقف قدام لولو هتجري عليه وتحضنه عادي. وفعلا جاكسون قال يجرب، بس لبس بدله تدريب الكلاب على اساس لو حصل حاجه يبقى مأمن نفسه. وبيعرفوا ان هي كانت هتقتله 3 مرات قبل كده. ولما بيرفع جاكسون ايده زي ما زميله قال له بتفضل لولو واقفه مكانها ومش بتتحرك، واخوها هو اللي بيجري عليه وبيعضه في دراعه بس البدله بتحميه. وبيخرج جاكسون مع لولو عشان يركبوا العربيه ويكملوا طريقهم. اكتشفوا ان العربيه اتسرقت واللي سرق العربيه وقعت منه السلسله بتاعته في العربيه، ودلوقتي بيشمم السلسله لولو وبياخدها هي واخوها وبيمشي معاهم في الشارع. وفجاه بتاخد لولو جاكسون وبتجري لحد ما وصلوا مكان قاعد فيه شحاتين كتير، ودخلت لولو لحد الخيمه وفعلا كان فيها الحاجه بتاعت جاكسون اللي اتسرقت. وبيجي يسرق الحاجه علشان يتخانق معاهم بس جاكسون بيضربه وبيسيبه وبيمشي علشان يلحق يوصل لولو في الميعاد.
وهما في الطريق بالليل جاكسون بيشوف لولو حزينه وهاديه وبيقول لها كده كويس ويا ريت تفضلي كده لحد ما نروح الجنازه علشان يبان لكل اللي هناك اللي انت حزينه على موت صاحبك. بس وهو ماشي بتعطل العربيه وبتقف وبينزل جاكسون من العربيه علشان يصلحها بس هو مش بيعرف وبيدخل العربيه تاني علشان يجيب التليفون علشان يكلم حد يساعده ومش بيلاقي شبكه في التليفون وبياخد جاكسون لولو والحاجه بتاعته وبيمشي. بس الدنيا كانت بتمطر جامد وهو ماشي وبيلاقي مخزن فاضي بيفتحه علشان يدخل يرتاح فيه شويه ولولو كانت خايفه من الرعد وبتطلع لولو تقعد على الكرسي ومش بترضى تنزل من عليه وجاكسون جاب اسطوانه لولو وبيشغلها على التلفزيون اللي موجود في المخزن وبيروح جاكسون يقعد جنب لولو وبيطلع كيس شيبسي عشان ياكل وبياكل لولو في بقها بس المره دي لولو بتوافق تاكل من ايده عادي. وتاني يوم الصبح اللي هو موافق يوم الجنازه بياخد لولو وبيجري بيها على الطريق وبيشاور جاكسون للعربيات علشان يوصلهم في طريقهم بس مفيش حد بيقف ليهم. بس بعد وقت كبير في عربيه وقفت ليهم وركبوها بس السواق نزلهم قبل المكان اللي فيه الجنازه بشويه وهم هيكملوا الحته دي ماشي. بس لولو بتتعب من المشي وبتنام على الطريق شويه ومش بتقدر تقوم تكمل مشي خالص فجاكسون قرر يشيلها على كتفه ويمشي بيها لحد ما وصل بيها الجنازه. وفي الجنازه كان محطوط صوره زميله اللي مات وحاطين ضوء ورد حوالين الصوره والجزمه بتاعته محطوطه على الارض تحت الصوره. واول ما لولو بتشم ريحه صاحبها بتهوهو بصوت عالي وبيفكها جاكسون من السلسله وبتجري لولو ناحيه جزمه صاحبها وبتنام جنبها بكل هدوء وحزن شديد وبيروح جاكسون علشان يهديها وما تخافش من ضرب النار اللي موجود. وبعد ما الجنازه ما خلصت بياخد جاكسون شنطه بتاعت زميله اللي مات اللي فيها حاجته كلها وبيديها لمامته وبيسلم عليها وبياخد لولو وبيمشي. وجاكسون بيرجع المكان اللي كان فيه العربيه عطلانه علشان يصلحها ولما الميكانيكي بيصلح العربيه بياخد جاكسون لولو بالعربيه علشان يروح يوديها الجيش. ودلوقتي جاكسون بيقف في الطريق وبينزل هو ولولو من العربيه وجاكسون بيفكها خالص وبيقول لها هربي احسن ليكي عشان لو رحتي الجيش هيعدموكي هناك. بس لولو مش بترضى تسيبه وبتمشي وبتروح تركب العربيه تاني. وفي نفس اليوم بالليل بيباتوا في فندق على الطريق بس جاكسون برضه بيحس بوجع جامد في دماغه بسبب الاصابه بتاعته اللي في الحرب وبيقع في الحمام بس لولو بتاخد بالها ان هو تعبان وراحت لحد عنده علشان تشوفه ماله وبتنام لولو على دراعه علشان يحس بالامان ويبقى كويس وهي عملت كده علشان هي حبت جاكسون وتعودت عليه. وتاني يوم الصبح بياخد جاكسون لولو وبيروح يوديها المعسكر وبيفتح شنطه العربيه عشان يسلمها للضابط اللي مسؤول عنها والضابط ده مع عصايه اخرها طوق علشان يحطه حوالين رقبه لولو وجاكسون بيفهمه ان لولو ما بقتش شرسه زي الاول وبقت بتسمع الكلام ومفيش داعي انهم يعدموه والضابط بيقول له ان الموضوع ده مش من اختصاصه ان هو بينفذ الاوامر بس وبيقرب العصايه من لولو بس هي بتهوهو بعصبيه جامده فجاكسون بيحط ايده عليها علشان يهديها وبيلبسها هو الطوق على رقبتها وبينزلها الضابط من العربيه بس بعنف جامد وجاكسون بيركب العربيه وبيمشي. بس وجاكسون ماشي بالعربيه بيشوف ان الضابط بيعملها بطريقه وحشه جدا وبيقرر انه يرجع للولو تاني وبيروح للضابط بيقول له ان هي مش بتسمع كلامه علشان هو نسي يلبسها البدله بتاعتها وبيفك الطوق من على رقبتها ولولو بتطلع تجري علشان تركب العربيه وجاكسون بيركب العربيه وبياخد لولو وبيمشي بسرعه. وقرر جاكسون ان هو يتبنى لولو وما يرجعش الجيش تاني وقدر جاكسون انه يصلح المشاكل اللي كانت بينه وبين طليقته وبنته والحياه بينهم بقت كويسه من جديد. وبيقضي جاكسون كل وقته مع لولو اللي كانت السبب انه يبقى مبسوط مره تانية وبيكتب في الكتاب بتاع لولو ان هي كانت السبب انها تنقذ حياته. وده كان ملخص فيلم دوج. الفيلم ده نزل سنه 2022 والفيلم من نوعيه افلام الدراما والمغامره فلو عجبك الفيلم ده عرفنا في التعليقات ولو عاوز نعمل لك ملخص لفيلم معين قول لنا في التعليقات برضه. ولو عجبك ملخص الفيلم ده اعمل اللايك الجميل واشترك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف كل الملخصات الجديده. حبيب قلبي اشوفك في ملخص جديد ان شاء الله واحلى سلام عليك يا بشواتي.